السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسني من قناة بيراميد زاوية. جاي النهاردة نتكلم عن مباراة الجونة والزمالك. آه، وبعد التحليلات الفنية اللي يحتاجها نادي بيراميدز في مباراة الزمالك. أولا وهي إن الجوني لعب بخطة دفاعية بحتة على الكرة المرتدة. أنا أستنى الزمالك يضغط علي وكرة فوقعها هنقطعوها ونوصلوها ونسجل في الزمالك. الكلام ده مش هيحصل، لأن خط دفاع نادي الزمالك خط سريع، شباب ما فيش ناس كبيرة في السن عشان هو يعمل الخطة دي. فشل الضغط الزمالك، سجل فيه 4 أهداف وسجل هدف. في النهاية هزيمة كبيرة. الزمالك فايق عشان عبد الله السعيد موجود بقوة، بيأدي بمستوى خرافي. هتقول لي عبد الله السعيد هو انت بتهاجمه وتقول عليه بيأدي بمستوى خرافي؟ هقول لك حاجة واحدة: نادي الزمالك ده نادي أزمة مالية، معهوش فلوس انه يقدر يجيب لعيبة خط نص زي وليد الكارتي، زي بلاتي توريه. ما عندوش فلوس يجيب. هو ما لاعب 38 سنة متعاقد معاه عشان هو عارف ان عمره كبير. زي علي معلول كده لما سابوا الاهلي هو كده. بس عبد الله بيديك. يغيب عبد الله الزمالك تايه، دي حقيقي. انا في مباراة بيراميد والزمالك لازم اضغط على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما سيبوش يلعب حرية. ما ارجعش زي كده، ارجعش زي الجونة كده واسيب الملعب انا لعبد الله السعيد. لا، ولازم استغل المواقف انه عبد الله السعيد ده راجل كبير مش بيدافع. يعني هو انت عندك فريق بيلعب ناقص لاعب دايما. في كورة وقع فيها عبد الله السعيد قدام مرمى الجوني وكملت الهجمة. لكن انت تخيل ان الجون وصل لجون الزمالك وخد اكتر من دقيقة ونص. عبد الله السعيد كان لسه ما رجع، كان راجع يتمشى مشي. انت فاهم؟ ده كبر العمر، ده اجباري. فانا لما العب قدام الزمالك لازم اضغط على عبد الله السعيد. لازم محمد حمدي مع زيزو. ما ينفعش محمد حمدي كل كوره مع زيزو يسيبه يعدي بعد كده يوقف له كده ويقعد واقف له. لا، لازم يضغط عليه. اللعيبه في مصر ما عندهاش المهاره الكافيه ان هي تديك كوبري ولا تعدي يا محمد يا حمدي، ولا الحركات اللي انت فاكرها دي اللي انت بتخيلها في تخيلاتك. فيش الكلام دي. انت بتقف قدام بيرجع، انما توسع له تقعد ترجع لورا لحد لما توصل الجون ويعمل عرضيه ويسجل. ده مشكله كبيره فيك انت ده. اتمنى انك تعدل من نفسك. هو ده الاداء المطلوب. انا ما اخسرش من الزمالك. انا ما اخسرش من الزمالك. انا ما تحصليش مفاجآت في المباراه. يعني ما ينفعش اكون متقدم 3 وفي الاخر الزمالك يتعادل ب3 واطلع عادي زي كل مره. لا، لا، مش هيحصل الكلام دي. ولو كان في هي مش هيحصل الكلام دي. انا هلعب على المكسب وهلعب اضغط النادي دي وهاجمه. ايوه، ما تجينيش كمان في هفة لاعب اسمه دونجا في خط النص يجيب فينا هدف ويقعد يعمل لي كده ويعمل لي كده. ما ينفعش. ما ينفعش. انا بقولها لكم هاي والله العظيم ما ينفع. لاعب يا جماعه الفريق اللي احنا بنقابلوه الزمالك ده فريق تافه فنيا، فاضي فنيا، فاضي. يعني ما ينفعش انا اتعادل معاه، ما ينفعش انا يطلع لي في كاس السوبر في الامارات عديناها داي. بس اقسم بالله الكلام ده عار، عار على اللعيبه داي. ايوه، ما ينفعش لاعب يكون جاي من الزمالك يسجل هدف في الزمالك يعمل لي قديم. ينفعش يقعد يعمل لي كده. انا هي دي كانه انا اسف اني جبت فيكم. لا يا بابا، انت بتلعب تاخد فلوس مني تجيب هدف تستعرض عادي. عايز تحترمه كنت جيت منه، كنت استحملت لازمه ماليه وجددت معاه باي فلوس. لما انت الوفاء كاتلك، لما انت راجل جيت عشان الفلوس يبقى تأدي عشان الفلوس يبقى ما فيش احترام لاي حد فيه. يعني اوباما انت اللي بيعمل لك كده ويقعد يعمل كده ويتخبط. انت عبيط يا عم. في مباراه لو سمعتوه في مباراه السوبر انت هو ده. انت لما انت الوفاء كاتلك بابا جيتني ليه؟ وجيت عشان الداي عشان الفلوس. خلاص يا عم، يا تجيب هدف تستعرض مالي انا ليه؟ انت لابس تيشيرت النادي بتاعي تعمل لك ده ليه؟ انا بتيشيرتي. انت تمثلش نفسك، انت بتمثل التيشيرت نفسه بتاع بيراميد. لما انت لابس التيشيرت وتعمل لك دي هي دي. لا يا بابا، انت العب برجولي. 3 نقاط دي في جيبني. الزملكاوي البيراميدزاويه الفرحانين والزملكاوي بيقول لك ظلم تحكيمي بيراميدز واتعمل وادعك ده لنفسه مش ليك انت. هو بيعمل كده عشان يضغط التحكيم عشان يظلمك انت برضه، عشان في مباراته قدامك التحكيم ما يجيش عليه. ايوه، عشان التحكيم ما يجيش عليه. انا راجل التحكيم ظلمني ماشي معاك، كان التحكيم ظلمني. بس زي ما ظلمني
كرة ابراهيم عادل دي مش ضربة جزاء بمورد الله، مش ضربة جزاء. خدت انا ضربة جزاء، قصدت طرد احمد توفيق، اتقدمت بهدفيا، ولا احلى من كدي. ايه انا القدر ما يقولك مش ظالمينك، اتفضل يا باشا، انت ديك جايب هدفين هم صفر، ولا تزعل نفسك. اروح انا اعمل ايه؟ اتوه في الملعب في خلال دقيقتين الاهلي يسنتر يجيب هدف، يسنتر يجيب الثاني. ليه؟ لاني خط دفاعي، قلت لك انا وشتمنا اللي فيه الكفايه، خط دفاعي تايه. انا عايز سندر باك، عايز مدافعين يا جماعه، يا جماعه انا عايز مدافعين. انا عندي الدفاع متوفي، عندي حارس مرمى متوفي، والحمد لله مش هيلعب مباراه الزمالك، الحمد لله يا رب. بس كانت ناقصه حاجه واحده، اقسم بالله كان ناقص اخد طرد احمد توفيق. احمد لا كده كده احمد توفيق مش هيلعب صح، لا احمد الشناوي ولا احمد توفيق، دول مش هيلعبوا المباراه الجايه. ودي الحمد لله، الحمد لله. ولا احمد الشناوي الحمد لله، حتى احمد الشناوي والله العظيم انا بقول الحمد لله على طول. نفسي بس كان يكمل جميل ويدي لي احمد سامي كارت اصفر. كان نفسي اقسم بالله ياخد كارت اصفر احمد سامي. ليه؟ عشان برضه ما يشاركش، عشان ما يشاركش، عشان انزل بعلي جابر ومحمود مرعي. ويا علي جابر قدام مباراة الزمالك خليك راجل، زي ما اديت قدام الاهلي ادي قدام الزمالك وخليك راجل. يا ريت بس تخليك راجل قدام الزمالك وما تميلش للانتماءات. ما تقبلش على نفسك فلوس حرام تاخدها وتوكل بيها عيالك على جابر. لما تعدي للزمالك ما انت كده فلوسك حرام، انت بتبيع ضميرك. اتمنى بس تأدي بنفس المستوى، ان شاء الله نكسب. فريق الزمالك دوس عليه دوس عليه دوس عليه، بيتوه في الملعب، بيتدمر نهائي في الملعب. كروت حمراء، انا معيش عبط من اللعيبه ومعيش تدخلات عنيفه. اي يا عم، انت مش قدامك مارادونا يعدي يجيب هدف. ومش معنى كلامي انك انت ما تدخلش خالص، لا تدخل عادي، كتف بكتف يا عم. تعال انت، تعال من مسافه بعيده وخش فيه كتف بكتف، ادعكوا بيجرجلوا حاجه قانوني في القانون. انما انت تيجي نظار تحط تلبس لي وشك في تضربه بدي بيدك، ولا تحط لي يده في وشك كده باينه قدام الكل، وتيجي تكلمني بعد كده تقول لي اصل التحكيم اعتبر الاهلي نادي التحكيم كله. ها ايه الحل؟ ما انت مش سوبرمان هتغير الواقع، ما فيش حد هيغيره. ملايين قبلك حكوا في الكلام ده وماتوا دلوقتي اجيال راحت، مش هنغيروا حاجه. فسيبك من الكلام ده كله، انت ركز في حاجه واحده. انا في المباريات الكبيره ما ينفعش اتدخل تدخلات عنيفه، ما ينفعش اتدخل تدخلات عنيفه، لان انا عارف اللي هيحصل. مضغوط يعني، الحكم مضغوط. عندك 10,000 متفرج مثلا اهلاوي قاعد لك في المجرد بيشتم في الحكم، الدكة الاهلي كلها بتشتم في الحكم، لعيبه الاهلي بتضغط على الحكم. طب انت معك مين؟ ما فيش حد معك غير اللي هم المديرين الفنيين واللي هم شوي اللي بيروحوا يشجعوا. يعني الحكم مضغوط، فانت ما تضغطوش بمواقف صعبه. ما تجيش انت شايل لي لاعب 3 4 امتار والله تخبط خبطه عنيفه وتستنى الحكم يرحمك. ما الحكم مضغوط، الحكم نفسه مضغوط. فانت تلاشى المواقف. هذه كل القصه. اتمنى بس انه في مباراه الزمالك نلعب برجولي وما تعادلش زي كل مره ولا خسر. ما ينفعش اروح جايب 3 يروح الزمالك جايب 3 واقول لك واو عن مباراة القمة. لا انا ما عايزهاش الحاجات دي. انا عايز اكسب واكسب 3 2 4 بس اكسب وتنتهي المباراة ان انا كسبان. ما تنتهيش المباراة كل مباراة قدام الاهلي والزمالك تنتهي بالمناظر العار دي، بالتعادل والخسارة. لا انا ما عايش اتعادل واخسر، انا عايز الزمالك اكسبه وصوتنا ده يوصل للإدارة. احنا مباراة الزمالك دي لازم نكسبها، ولازم 100% اخد من اللعيبة دي زي ما خدت قدام مباراة الاهلي. مش يجوني هنا الصديق الوفي وتعالى يا ابو جارو، فيش الكلام ده في الكورة، فيش. هو صدق ما انت تعادلت مع الاهلي عشان تبقوا قدام، لا يبقى الاهلي كده ولا انت كده، فارق نقطة عشان يجي كسبانك ويطلع على صدارة الدوري. فاهم؟ يعني واخدك انت كبر لانه عارف عمره ما هيقدر يفوز على الاهلي. هو شخصيته الزملكاوي منبطحه، عارف انه هو عمره ما هيكسب الاهلي ويتصدر. فهمتي؟ فهو عايزك انت تتصدر عشان يقول لك انا هفوز على بيراميدز واخد الصداره من بيراميدز. فانت فرحان انه يقول لك ظلم تحكيمي وتطبل له. لا ينفعش. لما تخلي لعيبتك انت يوصل لهم معلومه ان هم مظلومين تحكيميا، هينزلوا قدام الزمالك يلعبوا قداميا. مش هيلعب اللاعب، مش هيلعب. انا يا عم هو الحكام يا عم، انا في نادي غلبان ما حدش جاي معاي ومش هيديك اداء.
وخلينا نركن كل عيوب الفرقة وكله نحطوه في التحكيم. خلينا نحطوه كله في التحكيم، ما ركزوش في الملعب، ما نلعبوش وفيش اداء. الكلام ده كان عني منه بيراميدز من سنين، بتصريحات هاني سعيد بتاعت التحكيم. ما كانوش اللعيبه يلعبوا، كانت الاداء مخزي، مفيش اداء، ويقول لك التحكيم. ما احنا عايزين نخرج من القوقعه التحكيم دي، الزمالك عايش فيها ولحد دلوقتي بيخسر بيه، فاحنا عايزين نخرج من القوقعه دي كلها، ما نبقوش جواها. احنا اتظلمنا ماتش وراه. ركز في غيره، ركز لي في افريقيا، ركز لي في الكاس، انما انا عايش في جو التحكيم. لا لا لا، طب ده كل ماتش في ظلم. كل الاهلي ده لو انت بتقول لي التحكيم كله جاي معاه ومسانده لحد دلوقتي، الاهلي ده متعادل 5 تعادلات، 5 تعادلات، ابسط ما في 5 تعادلات. لو انت بتقول لي ده كان المفروض هو متصدر الدوري بحركه زياده عنك 15 16 نقطه، فبيجي عليك وليك التحكيم، عليك وليك ضربة جزاء، والله بتاعت ابراهيم عادل ضربة جزاء، عيدها 1000 مرة وشوفها قاعد الفيديوهات، مش ضربة جزاء، واتحسبت ضربة جزاء، قصدها طرد لأحمد توفيق، مش وما يستحقش الطرد. أحمد توفيق يستحق انذار، بس ده الواقع، وده اللي حصل دلوقتي. ركزوا في المباراة الجاي، ولا نفضلوا برضه نحكوا دي؟ ما هي المباراة دي هي اللي بتضيع. أنا دلوقتي قدام الأهلي تعادلت كده أنا تمام، وفرحنا دلوقتي وهيصنا، والتحكيم ومش تحكيم، طب تمام. يجيك مباراة معفنة، ممكن يجيك عقد المباراة الجاية ده يكون بنك أهلي، أي نادي من الأندية الضعيفة ده يروح خسران بيراميدز. طبعا هتطلع تقول لي أنت، هتقول خسرنا، يلا نعوضها المباراة الجاية. لما ال3 نقاط اللي انت حاربت معهم على الأهلي ونص الفريق اتدبح عشان ال3 نقاط دول، وفي الآخر انت خدت نقطة، لما انت ضيعتهم بالسهل في مباراة ضعيفة هاي. ما احنا كجماهير بيراميدز برضو عايزين يبقى رد فعلنا في كل المباريات. يعني انت دلوقتي عديت من الاهلي بنقطه، يبقى ما وقعش تاني، يبقى قدام الزمالك. انت مش عايز تكسب الدوري، يبقى كافح قدام الزمالك. هي دي لازم اخذ ال3 نقاط، واي نادي ضعيف لازم اكسبه على طول مرتاح، عشان انا وقعت الاهلي، خدت نقطه من الاهلي وسبب عليه ضغط. هو ده تكسب الدوري دي. انما مثلا تكسب لي الاهلي والزمالك واهلا وسهلا، نروح داخلين في فريق هزك في الدوري يروح كسباني، يبقى راحت منك 3 نقاط، يبقى ابو زيد ما غزيان، يبقى كانك انت واقف مكانك على كده. والاهلي خد الدوري، ونرجع نمسكوا في التحكيم. لا، اللي الدوري نفس طويل، واللي عايز الدوري يدوس على الكل، ما فيهاش يدوس على الكل. انا قلت لكم سيبكم من الدوري وخلينا في مركز ثاني، وخلينا ان احنا نركزوا في الكاس، في 5 بطولات نركزوا فيهم، نفسهم قصير 3 4 مباريات ونروحوا نهائي على طول. انتوا عايزين الدوري، لا في الدوري اهي قدامنا الدوري، تعال ندوس في الدوري، ندوس في الدوري ونشوف. هيكسب الزمالك بيراميدز، هيبقى كده 100 وتصدرنا الدوري تمام. ما يجيش اوقع لان انا خلصت من اهلي وزمالك 2، خلصت مني ومعايا ماتشين في الاخر عاد من يجوا سمعنا. باقي المباريات السهله دي لازم اكسبها، لازم اكسبها، ولا اجي اخسر لي مباراتين تاني واتعادل لي تعادلين، يبقى انا الكفاح والمرار اللي دقته قدام مباراه الاهلي والزمالك اتبخر، يبقى انا كنت عامل نفسي راجل وزعلان على النادي ومحروق دمي في مباراة الاهلي. لا، مش في مباراة الاهلي، في كل المباريات. ما هو الدوري كل المباريات تتكسب، يجمع اكتر نقاط، اهزم كله تاخد الدوري. تعادلت 3 4 تعادلات، استنى نصيبك عاد مع النادي اللي مع ينافسك عاد. اللي عايز اقوله لك انه الاهلي في تاريخه في الدوري كله ما خسرش 5 مباريات في كل الدوريات اللي خديه. احنا نقدر كنادي بيراميدز نكسب كل مباراة، ما نخسرش 5 خسارات ولا 6 خسارات، صعب. وهتشوف ده كلامي، وهتخسر بقى، هنخسر من أندية ملاش عازة في الدوري، وهتيجي تقول لي الحمد لله ونعوضها. فيش تعوضها لما انت اللي كفحت عليها ديك وخدته بالمرار هني ضيعته هني. ولا انت مفكر انك انت هتهزم الاهلي في مباراة واحدة في الدوري؟ انت خدت الدوري، لا، ده الدوري نفس طويل، انت بتكسب 3 نقاط عشان تفضل في الصدارة وما تنزلش على النقاط تاني. صح ولا انا مش صح؟ اتمنى انكم برضو اللي شايف حاجة مثلا، ولا اللي انتم مثلا اقتراح يكتبها لي في التعليقات. هذه القصة. القيد خلاص فاضل له 3 4 ايام ويكفي، ما شفناش صفقات خالص.
وكان الإدارة نايمة في مية البطيخ، وما فيش الا طلعنا نص الفريق اعارات وبس. يعني لا، احنا مطلعين 8 لعيبة اعارات، ومنهم اللي بيع خالص. طيب هي اللي جبنا ما جبناش ولا حاجة. ليه رحنا مصطفى العيش وزد ما رضيش يدولنا، قلنا ب 85 مليون. طبعا احنا عايزين ناخد مصطفى العيش ب 85 مليون. اللي في مرات الاهلي مصطفى العيش كان ضايع، كان ضايع، مدافع هزوج، ادفع فيه 85 مليون انا. لا ادفعش فيه 85 مليون. عندي انا يا اخي، كان عندي مدافعين يا اخي، والله ما حد بهدلنا غيركم يا اخي، ما حد خلانا على احمد سامي والاشكال دي غيركم انتم. كان عندي انا سميضه، كان من قطاع الناشئين بتاعي، وكان لاعب ما هو احنا كاداره ما نبصوش انه ده ما ياخذ له مليون. مليون يا عمي قليل، احنا عايزين واحد ياخذ له 30 40 مليون في السنه. ما هو سميضه كان شغال، كان مدافع كويس، وعلى الاقل بيد احسن من احمد سامي. عمر الجزار طب مع غزل المحلي، لاعب مش مهاري قوي، لكن برضه هو على الاقل بيعرف يتحرك في الملعب، يعرف يتمركز، يعرف يطلع كوره بين الخطوط. اتمنى الصفقات، اتمنى ان احنا ما نجيش بعد ما يكفي القياد وتروح جايب لي لاعب هفك في الاخر. لان انا محتاج دفاع، ومحتاج حارس مرمى، ومحتاج في حاجات كثيره في ملفاتنا دي بيراميدز لازم تتحسب. ايه اللي لازم يتحسب؟ لازم يتحسب هو شريف اكرامي مكمل ولا لا، ولا انا هروح اجيب حارس تاني، حارس مرمى تاني اذا كان حمزه علاء، واخليه في النادي، يبقى هو وراه احمد الشناوي، وراه شريف اكرامي، وراه احمد ميهوب، وراه الحارس اللي مش عارف اسمه علاء منين دي. في نادي هيلعب 6 حراس ولا ب7 حراس؟ النادي اللي 3 حراس، حارسين اساسيين وحارس ناشئ، ده في العالم كله. انما انا عندي هلعب 6 حراس كبار، ودي ده 20، ودي ده 30، ودي ده 35، وزيد هذا 100 200 مليون مصروفين بس على حراس المرمى. في حاجات كتير لازم يتعاد نظرها، لازم يتعاد نظرها. هجيب انا دلوقتي تعاقدت مع حمزة علاء حارس مرمى، يبقى هو رقم 1، واحمد ميهوب رقم 2، والحارس من الناشئين. شكرا شريف إكرامي يعتزل ويشتغل في النادي. يا عم احنا شريف إكرامي بنعزه، يشتغل في النادي. شكرا أحمد الشناوي، تفضل يا باشا شوف له أي نادي برا. هي كدي، ولا هي فلوس معطور في 60 دهب وخلاص؟ هي كدي، قسم لي يا عم، عشان أنا أبقى عارف نفسي كمشجع، عارف النادي ماشي إزاي. أنا ما تجيبليش وتكدس لي جوا، لا. دودو الجباس يا عم، أنا عارف إنه قريبك يا كابتن ممدوح، إذا عارف إنه دودو الجباس قريبك، بس مش كفاية. كفاية ادي فرصة لمهاجم ناشئ. ناشئ يا اخي، اديه فرصه، يمكن يكسر الدنيا يا اخي. واقسم بالله حتى انا في قطاع الناشئين في مهاجمين يا جماعه ما تجيب بال 25 هدف، وعارف وشغال الناس متفاجئه بيهم. سبحان الله، اللعبه دي ممتازه مع نادي بيراميدز. طب وفينهم ما قاعدينش؟ ليه ما قاعدينش؟ عشان أنا عندي جباس قريب الاداره، بيلعب قريب الاداره. ما فيش، ما انا عندي مروان حمدي واقف، وبندور على مهاجم. احنا عندي فيستون مايلي، مروان حمدي طبعا واقف عشان شتم الاهلي، جماهير الاهلي بشتمه وسخي، والنادي طبعا مش مشكله، عادي هياخد فلوس مروان حمدي عادي، شتم الاهلي شتمه مش مشكله. وانا برضه هو لاعب قاعد عندي اهو، مش بيشارك وبياخد فلوس عادي يا باشا، والدنيا ماشي. آه، والدنيا ماشيه زي ما قلت لك. وانا ما فيش مهاجمين، لا مهاجم ناشئ، لا ما عنديش مهاجمين ناشئين. عندي دودو الجباس، طب ما يشارك؟ لا دودو الجباس اصل لياقته البدنيه ما تساعدوش انه يشارك مباراه كامله، وبيشارك اخر 10 دقائق. طيب ايه الحل؟ ما تعرفش ايه الحل. نتمنى تطوير الاداء، ونتمنى نشوف حارس مرمى كويس. وحارس مرمى يكون هو رقم 1، ويكون وراه احمد ميهوب، ويكون وراه حارس ناشئ. دول الثلاثه اللي انا عايزهم في النادي، غير كده معيش. لان الحارس ده ينتهي، اللي هو هيجي مثلا هيخلص هيلقى واحد تاني وراه، واحد تالت وراه. دي منظومة الحراس. انما تجيب لي 3 في سن بعض، يعني اتنين في سن بعض يعتزلوا مع بعض، وابص القى نفسي انا عايز حارسين مرة واحدة. لا ينفعش الكلام ده. انا جاهز واحد من ناشئين، عشان اول ما يكونوا دول هنا يكون أنا طلعت ده اعارة سنة سنتين وجاني فايق. اتمنى ان انا اشوف الوضع دي،
اتمنوا نركزوا، واتمنوا نشوف رمضان صبحي يرجع قدام مباراة الزمالك، ولا لسبب إصابة رمضان صبحي دي اللاعب الوحيد في مصر اللي بيصاب مباراتين ويرجع. فعارفش هيلعب قدام الزمالك ولا لا. هيلعب قدام الزمالك هيجيبوا لنا التعادل، وهيقعدوا يقول لك واو على التعادل. ودونجا طبعا، انت دونجا يجيب فيك الهدف ويقعد يعمل لك 11 يغيظك طبعا، ويعمل لك كده دونجا، والشغل الشغل ده كله، لا الشغل ده كله هيبقى مرارة، وهنطلع نسب ونلعن الميتين الكل. نتمنى ان احنا نشوف مباراة كويسة واداء رجولي. شكرا لكم وانا عارف انه في ناس امبارح كان زعلان ان انا شتمت اللعيبه، بس صدقني مباراة الاهلي كانت خلصانه، احنا كنا متقدمين 2، ما كناش محتاجين ده كله. لو اللعيبه دي دافعت كويس الربع ساعه اللي كانت قاعده كان خلص المباراه 2-0، وكسبنا وخدنا الثلاث نقاط، وكانت الاهلي ده دخل في دوامه كبيره، بدل ما فاق على حسابك انت كان دخل في دوامه كبيره وقصه كبيره. يلا الحمد لله، وكل حاجه نصيب. شكرا لكم وعلى دعمكم. السلام عليكم.